وكما لا يخفى على أحد أن حلب تمثل تقريبا أكثر من 50% من الاقتصاد السوري، شريان اقتصادي وممر أساسي للاقتصاد السوري. فالاقتصاد يحتاج إلى نوع من الاستقرار والهدوء. فنحن قمنا بتفاهمات مع تنظيم قسد في ذاك الوقت، وربما جرى أول لقاء بعد شهر ونصف تقريبا من وصولنا إلى دمشق أو أقل من ذلك. فالتقيت أنا مع السيد مظلوم عبدي. أذكر في أول اللقاء قلت له كلمة، قلت: سيد مظلوم، إذا كنت تقاتل لأجل حقوق المكون الكردي فأنت لا تحتاج أن تصرف قطرة دم واحدة، لأن حقوق المكون الكردي ستكون محفوظة بالدستور. حق المواطن، حق المشاركة، أن يكون من المكون الكردي ضباط في الجيش السوري، فهذا شيء أساسي. رغم أن المكون الكردي شارك معنا في الثورة وجزء من الثورة فيها مكون كردي، لكن لا ينتمي إلى قسد. وأنا لا أؤمن لا أسلم بنظرية أن المكون الكردي يمثله تنظيم قسد. على كل أن أيضا هناك يعني خلافات بينية في داخل المكون الكردي، وليسوا مجمعين على نظرية تنظيم قسد. وقلت له: أنت يكفيك شيء واحد، أولا أن نفكر بالوطن جميعا، وأن نفكر بحقوق، بإجراءات قانونية، أن يكون القانون هو الساد الذي يحفظ حقوق الجميع. وقلت: أي حق كردي مثلا من جرى خلال 14 عام الماضي هجرة قسرية على سبيل المثال، فهذا يعود دون تفاوض. حقوق المجتمع الكردي أيضا هذا غير قابل للمساومة، حقهم في المواطنة والمشاركة في البرلمان والمناصب السيادية وما إلى ذلك. قلت: هذا كله مكفول على أن تكون عنوانه الكفاءة وليست المحاصصة. فقال: هذا كلام جميل. ثم تطورت النقاشات إلى أن وصلنا إلى اتفاق 10 ثواني.